السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسول بيزنس. دردشة في عالم الأعمال وطريقك لتكون من أفضل رواد الأعمال. حابب النهاردة أتكلم عن بيزنس مهم جدا ومميز لازم كلنا نشتغل فيه. في السابق اتكلمنا عن تجارة الملابس أونلاين وإزاي نشتغل عليها ونبيع، ولكن النهاردة عايز أقول لحضرتك نصيحة مهمة جدا. في تلك الفترة التي يمر بها الاقتصاد، احنا بنشوف ان في قطاعات ومجالات بتضعف او بتتأثر تأثر كبير بما يحدث. امثلة ذلك الهبوط اللي حصل في البورصة والخسارة، زائد عندي حاجات تانية برضو بتأثر من اسعار العملة، التضخم وهكذا. ولكن انا عايز اقول لك على حاجة، في الفترات ديت رجال الاعمال بينظروا بطريقة مختلفة تماما. انا دلوقتي رايح افتح محل قطع غير سيارات، طب ده انا ممكن عشان سعر الدولار لما بيطلع وبينزل انا كده هخسر. لو جايب شحنة مثبت سعرها بره وبيحصل فروق في العملة سواء بالخسارة او بالربح، فانا كده خسران. فانت هتشتغل في ايه؟ الفكرة اللي انا بقولك عليها دي، العب في البيزنس اللي مهما حصل في الازمات انت شغال. يعني ايه؟ يعني عندك فكرة السوبر ماركت، عندك فكرة محل فول الطعمية، عندك فكرة المغسلة، عندك فكرة مغسلة سيارات، عندك فكرة مطعم صغير والاكل فيه مش تقليدي، مش اللي هو بقى ايه، اكل بروفيشنال قوي واسعاره مناسبة على اقتصاديات الناس. حاجة تانية برضو ودي طبعا مطلوبة جدا، قلنا السوبر ماركت وقلنا القهوة. مين في مصر ما بيقعدش على قهوة ولا على كافيه حتى؟ محلات بيع القهوة، مطاحن البن، بس افتح في مكان ما يكونش جنبيك في حد. طب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ انا بقول لك الكلام ده عشان المشاريع دي مهما حدث من ازمات هي مش هتتاثر بالتاثر الكبير، او بمعنى ادق العميل اللي بيجي لك هيجي لك تاني. مثلا لو انت مثلا قست ده على محل فرايد تشيكن بيبيع فراخ وبرجر والكلام ده، ومثلا اوردر عنده ب 100 150، وحصل ازمه في البلد والاسعار اتضربت وحصل